تحياتي لكل اللي بيشوفونا واللي لسه هيشوفونا واللي بيتفاعلوا معانا واللي لسه هيتفاعلوا معانا. وأنا أسمة معاكم في نودي وأسمة، بستنى كل تعليقاتكم وآرائكم وأسئلتكم وطلباتكم. ده بيخليني أعرفكم أكتر وكمان بيعرفكم بينا أكتر ويخلي حبل التواصل بينا وبينكم دايما واصل. هعمل معاكم سلطة الكوسة المشوية من المقبلات الحلوة جدا، وخاصة مع المشاوي وفي الساندوتشات بتبقى لذيذة جدا. وهعملها بطريقتين الحقيقة ما يتخيروش عن بعض، كل واحدة ألذ من التانية شوية، بجد هتحتاروا ما بين الاتنين. يلا نشوف خطواتنا وطريقتنا. أول واحدة هعملها بكيلو من الكوسة. الكمية دي بقى على حسب ما تحبوا، ممكن نص كيلو أو ممكن كيلو، ممكن أقل ممكن أكتر. أنا جبتها بحجم كان وسط، هقطعها لشرائح تكون وسط شوية. ده شكلها بعد التقطيع وده سمكها. في طاسة فيها معلقتين من الزيت، نرص بقى حبات الكوسة أو شرائح الكوسة. أنا بقى هشويها على البوتاجاز في طاسة، لكن لو حابين نشويها في الفرن دي حاجة ترجع لكم براحتكم، لكن أنا بفضلها كده أكتر. فبتبقى أسرع وكمان طعمها بيعجبني أكتر. رشة من الملح والفلفل ونحطها على نار هادية ونغطيها. هتلاقوها دبلت واستوت بشكل حلو قوي. هنا بقى أخدت لون ودبلت، هبتدي بقى أقلبها الناحية التانية وبعدها نسيبها تاخد لون. أول ما بنقلب الكوسة على الناحية التانية مش بتطول معانا عشان تاخد لون، بتاخد لون بسرعة وبتلون بسرعة. هبتدي بقى أنشل الكوسة من الطاسة، وفي نفس الزيت وفي نفس الطاسة هضيف باقي الكمية. أنا هنا حتى القشرة الخارجية بستخدمها مش برميها، هزين بيها الطبق. احنا عايزين القشرة يدوب تدبل، أنا مش هشويها. هديها رشة من الملح والفلفل برضو. هنا بقى القشرة دبلت معانا، وهنبتدي برضو نقلب الكوسة عشان تكمل تسوية. كده الكوسة استوت معانا، هنبتدي بقى نشيلها من الطاسة. ودول بقى حبة الزيت اللي شوينا فيهم الكوسة، هنحشهم بقى على جنب لحد ما نخلص الطبق ونحطهم بقى على الوش في الآخر. ادي الكوسة بعد الشوي، ودي علبة زبادي حوالي تلتين كوب زبادي وربع كوب طحينة، يعني حوالي 3 معالق كبار كده أو 4، وفصين من الثوم وعصير ليمونة. أنا هضيف نص ليمونة هتكون كافية جدا. نص معلقة صغيرة من الملح وزيها من الكمون. في الكبة هضيف كل المكونات: الزبادي والطحينة والكوسة والثوم وعصير نص ليمونة والكمون. ونبتدي بقى نفرم كل ده. الحقيقة هنا أنا غيرت الكبة علشان الكبة الصغيرة ما اشتغلتش معايا، واستخدمت بقى كبة تانية. ده شكل الخليط بعد الفرم. نغرفها بقى في طبق التقديم. وده قشرة الكوسة زي ما قلت لكم، هزين بيها الطبق زي ما قلت في البداية. وده بقى الزيت اللي احنا شوينا فيه الكوسة، نحطه بقى على الوش ورشة من الكمون. كده سلطة الكوسة بقت جاهزة معانا، ومن الروائع بصراحة، بجد حلوة قوي. والتزيين ده بقى حسب ذوقكم، كلها إضافات اختيارية، نزين ونضيف زي ما احنا عايزين. نيجي بقى للطبق التاني، وزي ما قلت في البداية بجد هتحتاروا ما بينهم. ده نص كيلو من الكوسة قطعناه برضو شرائح، وهنشويه برضو في الطاسة زي ما عملنا في الكمية الأولى بالظبط، ولكن المرة دي معانا حبة حلوين من الثوم. هنسويه بقى مع شرائح الكوسة. هرص الكوسة زي ما عملنا في المرة الأولى، بس هنا هنرص في صوص الثوم على الكوسة، لأني أنا عايزة الثوم يطرى معايا ويستوي من غير ما ياخد لون.
وهنديها بقى رشة ملح وفلفل برضو، وهغطيها وهشويها برضو على نار هادية. هنا بقى هنبتدي نقلب الكوسة، نحوش فصوص الثوم على جنب، ونقلب الكوسة على الناحية التانية، وناخد بالنا زي ما قلت ان احنا لما بنقلب الكوسة مش بتاخد وقت بقى في التلوين، في المرة التانية بتلون بسرعة. ادي الكوسة بعد الشوي، وده الثوم استوى وبقى طري معانا. باقي المكونات هنا معانا 6 مثلثات من الجبنة، ولو حابين نزود ممكن نخليهم 8 مثلثات، ومعلقتين كبار من الطحينة، ونص كوباية من الكزبرة الخضراء، وكمون وملح وليمونة، وهنستخدم عصير نص ليمونة وممكن أقل كمان. هنضيف بقى كل المكونات في الكبة ونفرم. هنغرفها في طبق التقديم، وده زيت الشوي هنحطه بقى من فوق على الوش، ورشة من الكمون. والتزيين زي ما قلت بقى حسب ذوق كل حد. كده أطباق الكوسة بقت جاهزة، وزي ما قلت هتحبوا الاتنين. طعم الكوسة المشوية بيبقى مميز جدا فيهم، ومن المقبلات الحلوة جدا مع المكرونات مع المشاوي. فبجد الطبقين أحلى من بعض. وكالعادة وصلنا هنا بقى لنهاية الوصفة، ولكن وصفاتنا معاكم إن شاء الله مستمرة. استنونا في وصفة جديدة في نوديو أسماء، وبالهنا على قلوبكم.